يلا بقى تعالوا نعمل شوية كيكة. لا مش كيكة، دي اسمها بسيسة. بسيسة او هريسة الذرة. في ناس تعرف اسمها بسيسة وفي ناس تعرف انها هريسة الذرة. هقولك مقاديرها بس بعد ما تسمي وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وبمناسبة السنة الهجرية السعيدة. كل عام وانتم بخير، وربنا يجعل امتنا الاسلامية دايما في خير. بصي مقاديرها سهلة جدا جدا. هتجيبي 3 بيضات، وهتجيبي كوباية سمنة، كوباية زيت او كوباية سمنة على زيت، كوباية لبن وكوباية سكر، كوباية كوباية كوباية. وهتحطي مقدار دقيق الذرة الاصفر، بتجيبيه من العطار تقولي له عايزه دقيق ذرة، مقدار الدقيق. يعني انا هنا عامله كوبايه ونص دقيق ذرة، كوبايه ونص دقيق. عليهم باكل فانيليا، باكل بيكنج باودر، 3 بيضات، كوباية لبن، كوباية سمنة أو زيت أو زيت على سمنة، وكوباية من السكر. وقلبتهم مع بعض. عايزة تحط تعمليها بالبرتقان، في فانيليا بالبرتقان، وفي لو عندك اسانس برتقان، ولو عندك برتقان مخزنة قشره. اي ريحة برتقان هتدي معاكي الطعم. عايزاها سادة مفيش مشكلة. يلا ندخلها الفرن ونطلعها في الاجازة الحلوة في اليوم المبارك ده، وناكلوها كده مع واحد شاي بلبن. وطلعت الكيكة او البسيسة بتاعتنا. بصي ارتفاعها جميل جدا، طرية هشة. انا بس بجد يعني دايبة دوب دايبة دوب. اعملي وصفاتك ودايما كده يا رب تعمري بيتك، وكل سنة وانتوا طيبين. وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا.